هيرونيفر. حرف النهارده هو حرف الاو. وو، اللي هو بيبقى فيه ضمه كده في الشفه فيه، اللي هو كان المصري القديم بيرسمه بشكل فرخ السمان، مش كتكوت، فرخ السمان، عشان في فرق ما بينهم. او كان بيرسمه بالخيط اللي ملفوف كده بالطريقه دي، او بالطريقه دي. طبعا مش سبايرال، يعني مش كده، مش شكل دائري كده اهو. لا 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 لا، شكل خيط كده، كده يعني، دي كده. تمام. فهو شبيه شويه بايه، بشكل الواو يعني، اللي هي في اللغه العربيه. طبعا الترانسليتريشن بتاعه كان الدبليو، احيانا بيبقى الاو، بس غالبا بيبقى الدبليو. وطبعا شبيه بالنطق بتاع الواو في اللغه العربيه. طب لو احنا عايزين نكتبه في بخط فيلو، هنعمل ايه؟ هندمج الاتنين دول مع بعض، وهم اوريدي فيهم شبه من الواو. طب هندمج الاتنين دول مع بعض ازاي؟ اهو بالطريقه دي، وهنروح عاملين رجلين فرخ السمان من تحت. بس كده انت كتبت نطق الوا. الوا. مثلا عايز ممكن نستخدم خط ارفع اهو، ادي حرف او نطق الوا. مثلا عايز الخط تاني ارفع، ادي القلم اللي احنا بنستخدمه كل يوم اهو، ادي اهو، وادي رجليه. بس مثلا عايزين نكون كلمة واو مثلا، ادي نطق الوا، نطق الآ، وادي نطق الوا التاني. بس. وده كان حرف النهارده، سهل وبسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه، وهيفكرك بنطق الواو بالطريقتين عشان هو قريب من شكل فرخ السمان. فانت لو شفت شكل فرخ السمان هتعرف اللي هو نطق الواو لما انت تكتب ده كتير. وشكل الخيط برضو، وهو برضو قريب من شكل حرف الواو. تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، عشان ده فعلا بيساعد. تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. ياو، معاكي امحطب.